واقفين تتفرجوا، مفيش جري، مفيش روح. القميص ده تقيل، واللي مش قد هيقول بالشكل ده، ده عيب. السلام عليكم يا الجدعان. طبعا اتفرجنا على ماتش مصر وزيمبابوي، وطبعا مبروك الفوز على المنتخب مصر، وصعدنا الحمد لله، دخلنا البطولة يعني. وانا اسف على الكادر والكاميرا على قد كده، ومش فاهم في الكورة قوي، بس انا راجل مصري واحب اقول لكم من رأيي انا الشخصي ان منتخب مصر لعب بأداء زي الزفت. ضيعنا لحد ما ادونا على عينينا اول هدف طبعا، ومش عارف، انا عايز افهم لحد دلوقتي هو طلع امام عاشور ليه. وبعدين المستوى اللعيبه بتشوط لبره فوق كده، في ايه؟ في طبق طاير فوق ولا حاجه؟ ولا زي فيلم بتاع عادل امام مرجان احمد مرجان، احرك لك العارضه شويه. معلش انا اسف، انا بتكلم تلقائي فمعلش. اولا، ثانيا، احنا لو دخلنا البطوله ودي طبعا المستوى بتاعنا ده مش حلو خالص. انا راجل مصري بشجع منتخبي، تمام. لازم نغير الطريقه تاني، لازم نلعب بمستوى احسن من كده، عشان لما نلعب فريق زي زيمبابوي ده ونكسبهم بالعافيه، اضعف فريق. يا راجل يا مؤمن ده ده لعب 12 مباراة ماشي، خسر 10 وتعادل مع 2 مع فرقتين. 12 مباراة 10 مباريات منهم، انت فاهم يا مؤمن؟ واحنا في اول البطولة كده نخسر، نتعادل قصدي، نتعادل بالعافية. طب يا مؤمن انا عايز افهم، نتعادل ايه؟ فزنا بالعافية. ده مستوى لعيبة؟ بالله عليك ده مستوى لعيبة؟ وهنطلع لوم على حسام حسن؟ هو غلطته بس اللي هو طلع امام عاشور، يعني هو غلطته هو طلع امام عاشور. انت عارف ايه الفرق بيننا وبين الفريق اللي كنا بنلعبه النهارده؟ والله العظيم بجد، الروح. الروح كان عندهم روح، وساعات الروح بتغلب على الاداء. يعني احنا لولا الجون بتاع مرموش هو التعادل، كنا يا دوبا لسه لو هدف صلاح كنا زماننا دلوقتي لسه متعادلين واخدين نقطة. ده احنا الحمد لله خدنا 3 نقط وفزنا عليهم. لما اضعف فريق زي ده نلعبه ونفوز عليه بالعافية واداء زي الزفت، ليه؟ ليه ده؟ هو احنا كده بذمتك دي فرقة تطلع بيها كاس العالم؟ بذمتك ودينك دي فرقة تطلع بيها كاس العالم؟ انا مش فاهم والله. بالله عليك دي فرقة؟ ده يتشرف اسم مصر؟ انا مش متخيل ازاي هنلعب بعد كده. انا مش متخيل احنا هنلعب ازاي هناخد البطولة دي ازاي. يا راجل يا مؤمن، من 2010 لحد النهارده بقى 15 سنة وداخلين على 16 سنة اهي، والله اعلم هناخدها ولا لا. الله يمسيك بالخير يا بركات، ولا ابو تريكة، ولا عماد متعب، ولا حسني عبد رب، ولا عمرو زكي. من بعد دول مفيش فرقة، مفيش حاجة اسمها منتخب. الحل الوحيد اللي اللعيبة تلعب بروح، روح الفرقة، روح الفانلة اللي انت لابسها. انت عارف يعني ايه انت لابس فانلة منتخب مصر، منتخب بلدك؟ يعني المفروض تلعب، تشرف، تدي اداء.
انا تاني مرة بقول لكم انا مش محلل ولا حاجة، بس انا راجل مصري. انا بتكلم كغريزة مصري بتتكلم دفاعا عن اسم بلده. لازم نحسن شوية، لازم نلعب بروح الفانلة اللي احنا لابسينها. احنا كان عندنا فرص كتير نكسب وفي اداء. انا اول ربع ساعة ولا تلت ساعة قسما بالله انا قلت ده فعلا الاداء اللي شرف مصر. استهترنا لبونا واحد، لولا استهترنا كان زماننا طالعين بالماتش ده 3 4 او 5. تقول لي يا جدع اقول لك والله كنا زماننا كده. نلعب بروح الفانلة وما نطلعش غلطنا واخطانا على المدرب. هو غلطته الوحيدة في الماتش ده اللي هو طلع امام عاشور. يا ريت نلعب بروح. الفرقة كنا بنلعبها ما كانتش عندها مستوى ولا اداء، بس كانت بتلعب بروح، بتجري في الملعب بروح. لكن لو عملت مقياس لمستوانا ومستواهم، لا احنا كان المفروض مستوانا احسن، او كاسم منتخب مصر مستواه احسن. فنلعب بروح عشان مصر مش شوية، فرقتك مش شوية، اسم مصر عالي. انا عايز افهم احنا هنخش ازاي في البطولة، او ربنا يسهل احنا هنلعب في كاس العالم ازاي. انتوا عاملين تعبي في فلوس وبتضحكوا علينا. يعني انت لو رحت كاس العالم هتلعب 3 ماتشات وترجع واخدين ملايين واحنا اللي بيتحرق دمنا. طب بالله عليكم كمشاهد بتفرج او كمصري، الاداء ده هينفع؟ الاداء ده هيخلينا ناخد بطولة الافريقية؟ امال لو هنلعب جنوب افريقيا ده هتاخدنا ذهابا وايابا. وربنا يستر من انجولا. والسلام عليكم.